تشكيلة ريال مدريد المتوقعة 4-4-2. ممكن أن تتحول إلى 4-3-3. حارس المرمى تيبو كورتوا. الدفاع الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد. من المتوقع أن يجربه تشافي ألونسو لأول مرة. قلب الدفاع وراول أسينسيو. ديان هويغسن. آخر صفقات الدفاع. الظهير الأيسر فران غارسيا. الوسط فيدريكو فالفيردي أورليان تشواميني جود بيلينغهام. الهجوم فينيسيوس جونيور جوليان جولر أو مبابي في حال تعافيه من الزكام الحمى. التعديلات المحتملة كليان مبابي. مشاركته محل شك بسبب حمى أمس وتغيب عن التدريب، ولم يتم استبعاده رسمياً حتى الآن. إذا لم يتعافى قد يشرك ألونسو رودريغو أو يلجأ لتشكيل هجومي مختلف. غياب اللاعبين غياب إندريك وكامافينغا للإصابة ما أثر على الخيارات الهجومية والوسطية. لمحة فنية يعتمد ألونسو على الضغط العالي والانسجام الدفاعي من الجناحين والمهاجمين، مع تعزيز العمق الدفاعي بقيادة هويغسن وأرنولد. الشكل المتوقع هو 4-4-2 هجومي مع مرونة للاعتماد على 4-3-3، إذا فضل إشراك رودريغو بدلاً من أحد الثنائي الهجومي. التشكيلة النهائية المتوقعة في حال شفائه: كورتوا، ترينت هويغسن أسينسيو غارسيا، فالفيردي تشواميني بيلينغهام جولر، فينيسيوس مبابي. بدون مبابي قد تراه: كورتوا، ترينت هويغسن أسينسيو غارسيا، فالفيردي تشواميني بيلينغهام جولر، فينيسيوس رودريغو. ما هي توقعاتكم لتشكيلة ريال مدريد؟ وكيف يمكن أن يلعب تشافي ألونسو؟ هل نشاهد ريال مدريد مختلف أم أن شبح أنشيلوتي سوف يخيم على الفريق؟ شاركنا رأيك ولا تنسى الاشتراك في القناة.